بيبدأ المسلسل ببنت اسمها جين، طالبة في المرحلة الثانوية، بتكون معجبة جدا بطالب زميلها اسمه تشين. هو بتحاول تخليه يعجب بيها هو كمان، لكنه بيرفضها. هو بيقول لها انه معندهوش مشاعر تجاهها، لكنها ما بتيأسش وبتستمر في المحاولة. هو بتفضل تروح وراه في كل مكان، وتروح معاه كل يوم على أمل إنه يعجب بيها. وفي يوم وهو بيتمشى في المدرسة، بتكون شين بتنظف مسند السلم، بتوقع عليه جردل المسيح بالغلط فبتتأسف له. وبتشجع نفسها وبتقول إنها مهما عملت أخطاء فتشام مش بيزعل منها أبدا. وبتفضل تلاحقه في كل مكان بعد كده وتبين له إعجابها بيه، لكنه بيكون بارد في كل مرة وبيتجاهلها. بيدخلوا الفصل بعدها، وبيكون جين صديق شين المقرب واللي صوته مزعج جدا عمال يغني ويزعجها. فشين بتحط ورقة عليه وبتقول له اسكت يا عم الفنان، وبتسكته. شين مش مجتهدة خالص في مدرستها، وبتغش الواجب دايما من جين، وبتكون درجاتها كلها سيئة. فالمعلمة بتستدعيها وبتقول لها إن درجاتها سيئة، وبتطلب منها إنها تحاول تجتهد أكتر علشان تنجح. بيدخل عليهم تشان، هو بيشوفهم فبتتحرج شين جدا إنه شافها، والمعلمة بتقول لها إن درجاتها قليلة. هو بيرجعوا للفصل تاني، وبتفضل شين تبص على تشان طول الوقت. بيشوفها جين متضايقة فبيحاول يخليها سعيدة. هو بيقول لها إنه عايز يخرجها، لكنها بتكون متضايقة قوي وبترفض. وبتبص بعد شوية فبتلاقي بنت جميلة بتطلب من تشان انه يساعدها في فهم درس معين. فبتغير جدا وبتسأل جين وبتقوله هي البنت دي اجمل مني ولا لأ. فبيبص جين على طولها وبيقول لها البنت اجمل طبعا. فبتتضايق شين اكتر وبتقول له اسكت يلا خالص ومش عايز اسمع صوتك تاني. وبتروح بعد كده عند موقف الدراجات وبتقف تستنى تشان، لانها عارفة ان تشان بيعدي من هنا دايما علشان ياخد العجلة بتاعته. وبتكون محضرة له اكل وحاجة يشربها، بتتدرب انها تقدم له الحاجات دي. هو بتلاحظ انه اتأخر فبتقعد تستناه، والوقت بيتأخر اكتر فبتنام على نفسها. هو بيعدي تشان وبيلاقيها نايمة فبيسيبها وبيمشي. وفي مرة تانية وشين في الفصل بيشرح المعلم درس، وبيكون الدرس ده بيحكي عن الحب. فبتحاول شين تكتب رسالة حب لتشان، وأثناء ما بتفكر تكتب في الرسالة ايه بيخضها جين. هو بيشوفها، هو بيعرف اللي بتعمله فبيقول لها انه خبير في كتابة رسائل الحب. هو بيقول لها انه اتبعت له 1000 رسالة حب قبل كده، يا على ام الهبد. المهم بيروحوا علشان يكتبوا رسالة الحب دي. بيفضل جين يقول لها كلام تكتبه، فبتصدم من جمال الكلمات وبتكتبها. هو بتقول له بالكلام ده اكيد تشان هيقع في حبي، وبتشكره. هو تاني يوم بتعمل بروفا، هو بتجرب تقول الكلام اللي في الرسالة لتشان كأنه قدامها. بيسمعها طالب بالصدفة اسمه داي، وده طالب لسه جاي جديد المدرسة. فبيقول لها ان صوتها عالي جدا وباقي الطلاب هيسمعوها. فبتتحرج وبتروح تحضر حصة الانجليزي بتاعتها. واثناء المعلمة ما بتشرح بتكون شين مشغولة في كتابة الرسالة وبتتخيل مواقف في دماغها. وبتلاحظها المعلمة فبتطلب منها انها تطلع تكتب اللي اتشرح دلوقتي. ولما بتطلع شين بتقف عند كلمة معينة وما بتعرفش تكتبها، وبتفضل محروجة جدا لان تشين في نفس الفصل وشافها. لكن فجأة بيجي دي وبينقذها وبيقول لها حروف الكلمة دي. وبيدخل وبيعرف نفسه قدام الطلاب. هو بينبهروا الطلاب منه لانه وسيم جدا. ولما بيقعدوا بيتعرف دي على شين علشان ما يحسسهاش بالإحراج بعد ما ساعدها. هو بتساعد شين بعد كده صديقها جين بإنها تدي البنت معجب بيها جين رسالة، لكن وهي بتديها الرسالة طالب رخم بياخد الرسالة. هو بيقرأها، هو بيعرف جين فبيروح وبيحاول ياخد شين ويمشي. لكن الطالب وباقي طلاب الفصل بيرخموا عليهم أكتر وبيضايقوهم جدا. وبتشوفهم طالبة من فصلهم فبتروح وبتقول لكل الطلاب إن جين وشين بيتخانقوا مع فصل تاني. فبيروحوا طلاب فصلهم علشان يساعدوهم. وبتحاول طالبة معاهم اسمها يونجي تدافع عن شين وجين، لكن الطالب بتاع الفصل التاني بيحاول يضربها. لكن قبل ما يضربها بيمسك ايده دي وبيضربه وبيزقه على صاحبه. هو بيشوفهم المعلم وبيكون عايز يعاقبهم، لكن الكل بيجري علشان يهربوا. هو بيكون جين مسك ايد يونجي، هو بيحس بشعور جميل وبيعجب بيها. وفي يوم تاني وهم في الفصل بتنشغل جين عن الامتحان وبتكتب في رسالة الحب. بيشوفها معلم رخم فبياخد منها الورقة وبيقرأها قدام الكل وبيحرجها. وبيتضايق تشين بسبب كده. هو بيقوم علشان يوقفه عن مضايقة شين، فبيتضايق المعلم وبيعاقبه وبيخليه يقف في آخر الفصل. هو بيكمل قراءة الرسالة قدام الكل، فبيبدأوا الطلاب يغنوا كلام الرسالة. وبنعرف إن كلمات الرسالة اللي صاحبها جين كتبها طلعت كلمات أغنية، وجين الغبي اشتغلها وكان بيحور عليها. هو بيشكر جين يون جي على اللي عملته قبل كده، فبتقول له عادي دي أقل حاجة عندي. هو بتقول له ما كانش ينفع أصلا تسيب الطالب يهينك وكان لازم تضربه. فبتوافقها شين في الرأي. هو بتقول له إنه جبان وبتتعصب عليه بسبب إنه قال لها كلمات أغنية.
فبيعتذر لها. هو بيقول لها خلاص يا ست هعوضك واكلك سوشي، فبتهدى وبتعدي الموضوع. وفي نهاية اليوم بتخرج شين من المدرسة وبتكون متأخرة جدا، بتقول لنفسها ان تشان اكيد مشي وسابها، لكن بتتفاجئ انه لسه عند العجلة بتاعته، فبتفرح جدا وبتروح علشان تمشي معاه، وبتفضل فرحانة ومبتسمة. فبيستغرب تشان وبيسألها عن سبب ابتسامتها، فبتقوله انها فرحانة علشان بتروح معاه المدرسة وبتمشي معاه بالعجلة. واثناء الطريق بتقول لنفسها انه ما خدش رسالتها، لكنه اكيد عرف بمشاعرها بعد اللي حصل، وبتفضل مبسوطة طول الطريق. وتاني يوم وهم في المدرسة بياكلوا، بيحط ايديه قدام شين الاكل بتاعه، هو بيقول لها تاكله لانه عامل نظام غذائي بسبب تمرين السباحة بتاعه. هو بيشوفه تشان بيعمل كده وبيلطف الجو معاها، فبيغير جدا وبيطلب منهم جين انهم يخرجوا معاه ويروحوا يخربوها، فبيوافقوا. وبعد ما بيخلصوا الاكل بيروحوا فعلا وبيفضلوا يغنوا، وبيكونوا مبسوطين كلهم الا تشان بس بيكون بارد وما بيقومش يعمل اي حاجة وبيفضل يتفرج بس. وبعد ما بيخرجوا بيكون داي مبسوط من اليوم ده، وبيطلب منهم انهم يحضروا مسابقة السباحة بتاعته، فبيوافقوا. وبيشوفوا المعلم بيقرب منهم فبيخافوا منه جدا، وبيروحوا علشان ياخدوا العجل بتاعهم ويجروا، لكن شين ما بتلاقيش العجلة بتاعتها موجودة، وبتعرف بكده انها اتسرقت. وعلشان دي ينقذها والمعلم ما يمسكهاش بياخدها وراه على العجلة وبيمشوا. وبيشوفهم تشان كده فبيغير وبيتضايق جدا لانه بدأ يكن مشاعر لشين، لكنه مش عايز يبين لها. وبتروح شين وبتقول له ان العجلة بتاعتها اتسرقت، فبتزعل منها جدا وبتعوز تعاقبها، فبتستخبى شين ورا ابوها وبيهدى بقى امها. هو بيقول لها انه هيجيب لشين عجلة تانية في نهاية الاسبوع. وبتيجي لشين فكرة انها تبقى تمشي وهي رايحة المدرسة وما تركبش مواصلات علشان تشان يقابلها وتركب وراه، لكنها لما بتخرج في اليوم التاني رجلها بتوجعها من كتر المشي ومش بتشوف تشان خالص. هو بيجي وراها دي بالصدفة، هو بيشوفها فبيقول لها انها تركب وراه. هو بيقول لها انه مستعد يوصلها كل يوم لحد ما تشتري عجلة جديدة، فبتشكره. وبيوصلوا للمدرسة وبيدخلوا للفصل، وبيدي المعلم لشين ورقة تقرأها، وبتعرف شين ان الورقة دي كاتبها تشان فبتقرأها قدام الكل. وبتعرف انه كاتب قصته مع ابوه، وانه اخر مرة شاف ابوه لما كانوا بياكلوا الاكلة بتاعته المفضلة، ودي كانت اخر مرة يقابل ابوه فيها. فبتتأثر شين وبيصعب عليها تشان جدا وبتزعل علشانه، وبيفضل تشان حزين شوية. وبعد ما بيخلصوا مدرسة بتمشي شين مع تشان، بتقول له شين ان امها عاملة اكلته المفضلة وبتطلب منه ان يجي معاها، لكنه بيكون زعلان ومتضايق جدا. هو بيرفض وبيقول لها انها تاخد العجلة بتاعته وبيسيبها وبيمشي. هو بيروح اخر مكان قابل فيها ابوه قبل كده وبيتخيله موجود معاه، هو بيكون مفتقده جدا. هو بتروح شين هي واصحابها بعد كده لمسابقة السباحة بتاعت دي، بيفضلوا يشجعوه علشان يكسب المركز الأول، لكنه للأسف بياخد المركز التاني وبيكون زعلان بسبب كده. وفي اللقاء الصحفي المذيع بيسأل دي عن شعوره، فبيكون دي حزين ومش عاجبه المركز التاني، لكن لما بيسمع شين بتشجعه وبتقوله إن حصوله على المركز التاني كويس برضه بيفرح وبيستمتع بالإنجاز ده. وبيقول نفس كلام شين للمذيع وبيخلص وبيدخل غرفة تغيير الملابس، فالمدرب بتاعه بيوبخه لأنه فرحان بالمركز التاني، وبيقوله إن لازم يشتغل على نفسه أكتر علشان يفوز بالمسابقة المرة الجاية وياخد المركز الأول. فبيسكت دي وما بيردش. هو بيخرج بعد كده وبيقابل شين، فبيقول لها إنه عازمها على أكلة هتاكل صوابعها وراها، لكن شين بترفض. هو بتقول له انها هتكون مشغوله جدا النهارده، فبيقول لها ماشي. هو بيحاول يلطف الجو شويه معاها، هو بيدي لها الميداليه بتاعته كشكر علشان هي اللي شجعته واكتر واحده كانت فرحانه بيه. هو بيقول لها انه هيبقى يبدل لها الميداليه الفضيه دي بميداليه ذهبيه لما ياخد المركز الاول المره الجايه، فبتشكره وبتشجعه اكتر. هو بتعتذر له انها لازم تمشي، هو بتسيبه وبتمشي لانها متاخره على ميعاد ذكرى وفاه ابو تشان. وبتوصل جري البيت تشان، فبتلاقي عملت التجهيزات كلها. هو بيكون متضايق انها اتأخرت، هو بيقول لها انه مش محتاجها، فبتزعل منه جدا وبترمي الحاجات اللي جايبها له وبتمشي. فبيتضايق تشان من نفسه جدا على الاسلوب اللي كلمها بيه. هو بتروح شين وبتقعد تاكل مع بابا وامها، بتتكلم امها عن تشان وازاي امه سايباه كده، فبيتضايق جوزها. هو بيقول لها ان كل واحد عنده اسبابه ويمكن امه مشغوله جدا دلوقتي. هو بيحط قدام شين علبه دواء، هو بيقول لها انها تاخد العلبه دي وتوديها لتشان، فبتروح لبيت تشان.
هو بتلاقيه نايم فبتتسحب وبتقرب منه، هو بتحط ايدها على راسه فبتلاقي حرارته عالية جدا فبتقلق عليه، وبتقرر تعمل له كمادات، وبتعمل له الكمادات فعلا، وبتقعد جنبه تاخد بالها منه وتتأمل في جمال أمه، هو بتقرب منه علشان تمد زلومتها وتعمل له تنفس صناعي، لكن تشان بيفتح عينه فبتتكسف وبتطمن انه بخير وبتسيبه وبتمشي. تاني يوم بتقابل شين تشان وهو عند العجلة بتاعته، بتسأله عن حالته فبيقول لها تركب وراه علشان يوصلها، فبتستغرب جدا وبتفرح وبتركب ورا العجلة. ولما بيوصلوا المدرسة بيكون وراهم حصة رياضة، هو بيعرف جيم من شين انها تقدم في انتخابات رئاسة الفصل فبيستغرب جدا لانها فاشلة في الدراسة، وبتنام في الفصل على طول. بتسيبه وبتروح في مكان لوحدها وبتفضل تتدرب على إلقاء كلمتها علشان تكسب في الانتخابات، وبتكون متلخبطة جدا فبيجيلها دي وبيحاول يحفزها، وبتتعصب منه لسبب ما بهزار فبتجري وراه، هو بيشوفه متشام فبيغير وبيتضايق انها مع حد تاني. هو بيدخل الفصل بعد كده، هو بيشوف على السبورة موجود اسماء المرشحين لرئاسة الفصل، واللي بيكونوا شين وجي صاحبه اللي قاعد جنبه، ويون اللي بتطلب منه حاجات يعملها لها فبتوقفه شين وبتقوله يثق فيها ويصوت لها في الانتخابات، وبتطلع تقول كلمتها بعد كده، وبتكون متوترة جدا ومش عارفة تتكلم، لكن لما اصحابها بيشجعوها بتفرح وبتتألق في كلامها وبتقول كلام زي الفل، وبيسقفوا لها الطلاب. وفي وقت التصويت بيكون الفرق بين شين ويون صوت واحد بس. بيدخل تشان الفصل وبيسألوه هيدوا صوته لمين فبيفكر شوية وبيقول لهم انه هيصوت ليون، وبكده بتكسب يون وبتبقى شين نائبة رئيسة الفصل، وبتوقف يون تشان بعد كده وبتديله هدية كشكر على تصويته ليها. بتشوفهم شين وهم مع بعض فبتتضايق، هو بيتنمروا عليها فبيقف جنبها دي هو بيحط ايده عليها، هو بيهزقهم انهم اتنمروا عليها، هو بيمشي تشان من قدامهم فدي بيوقفه، هو بيقول له ليه ما صوتش لشين، فبيقول له تشان لانها مش مناسبة تكون رئيسة الفصل، وبيمشي وبتطلع شين وراه وبتضربه في رجله وبتجري وبتروح تحكي لصاحبتها على اللي حصل، وبتقول لهم انها عملت فيه كده علشان ما صوتش ليها، وبتمشي. واثناء ما هي ماشية جي بيديها فلوس الزي الجديد، هو بيقول لها انها مكلفة بانها تلم من كل الطلاب فلوس الزي الجديد بما انها نائبة رئيسة الفصل. ولما بتلم بعد كده كل الفلوس بتسألها يون لمت الفلوس ولا لسه، فبتقول لها انها لمتهم. وبعد ما بتمشي يوم بتشوف شين مكان الفلوس فبتتفاجئ انهم مش موجودين، وبتفتكر انها كانت حاطه الفلوس في الكتاب اللي سلمته للمعلمه، فبتتضايق وما بتعرفش تعمل ايه، وبتقترح عليها صاحبتها تروح تجيب الكتاب ده من اوضه المعلمين، بس بيعرفوا ان المعلم الرخم في الاوضه وبيفقدوا الامل في انهم يجيبوا الكتاب، فبتزعل وبتروح وبتقعد على السلم وما بتعرفش تعمل ايه. هو بيشوفها تشام فبيقول لها ايه ضيعت الفلوس، فبتحاول تبين انها جامده، هو بتقول له ان الفلوس معاها فبيقول لها ماشي وبيمشي، فبتوقفه وبتقول له انها نسيت الفلوس في كتاب موجود في اوضه المعلمين، وبتطلب منه انه يساعدها، وبتعتذر له انها ضربته في رجله قبل كده، لكنه بيبارد وبينزل عند ودنها وبيرخم عليها، هو بيقول لها تروح تجيب الكتاب بنفسها، هو بيسيبها وبيمشي، فبتتضايق منه اكتر وبتعوز تنفخه، وبتقعد في الفصل بعد كده زعلانه ومحبطه ومش عارفه تعمل ايه. بتسالها المعلمه لمت الفلوس ولا لا، فبتتوتر جدا وما بتكونش عارفه تقول ايه ولا تخرج من الموقف ده ازاي. هو بيدخل تشان الفصل وبيحط الكتاب اللي فيه الفلوس عندها بعد ما جابه، وبتفكر هي شويه وبتقوم وبتعترف بخطأها، وبتقول للمعلمه ان الفلوس ضاعت منها، وتشان لقاهم ورجعهم، وبتطلب انها تسيب منصب نائبة رئيسة الفصل، وبيتضايقوا الطلاب وبيحطوا عليها بالكلام، هو بيقولوا لها انها ما تستحقش انها تكون نائبة الفصل من البداية اصلا لانها مهملة، فبتزعل وما بتعرفش ترد عليهم، لكن المعلمة بتشجعها وبتهون عليها وبتقول للطلاب ان كل الناس بتغلط، بس صعب الواحد يعترف بغلطه، لكن شين شجاعة واعترفت بغلطها، وكده شين مميزة اكتر عن غيرها، فبتفرح شين بكلام المعلمة جدا، والطلاب كمان ما بيتضايقوش منها. وبتقول يون جيل شين بعد كده انها محتاجة فلوس علشان تجيب هدية لابوها في عيد ميلاده، فبتقول لها شين انها كمان عايزة تجيب هدية لتشان لكنها ما معاش فلوس كفاية. بيدخل عليهم جي وبيقول لهم ان المدرسة عاملة مسابقة للفصول، والفصل اللي هيكسب هياخد فلوس كتير، فبتتحمس شين هي ويون جي وبيقرروا يدخلوا المسابقة علشان يجيبوا الهدايا. وتاني يوم بيبدأوا يتدربوا للمسابقة، لكن شين ما بتكونش عارفة تعدي الحواجز اللي هتكون في المسابقة، بيشوفها دي فبيقرر يساعدها ويوريها الحواجز دي بتتعدى ازاي، لكنه بيفشل قدامهم وبيوقعهم كلهم.
هو بيكون شكلهم مسخرة. بيروحوا بعد كده للمكتبة علشان يقروا ويتعلموا حاجات للمسابقة. بيشوفها تشان ماسكة كتاب معادة فبيضحك عليها. هو بيكمل مشي وبتشوفه شين فبتروح له وبتقوله انها عايزة تتعلم ازاي تعدي الحواجز وبتطلب منه انه يدربها، لكنه بيتجاهلها وبيمشي. فبتروح لدي وبتخليه يدربها. بيقول لها دي شوية تعليمات كاتبهم على ايده. هو بيحمسها شوية انها تتجاوز الحواجز وتنط من عليهم. هو بتتحمس فعلا لكنها بتفشل برضه. وفي الناحية التانية بتكون يون جي بتتدرب مع جين. بيوقفهم جي وبيطلب انه يجرب يتدرب معاهم، واثناء ما هما بيتدربوا بتوع يون جي على الارض ورجلها بتتكسر. بيجوا اصحابها وبيشيلوها وبيودوها المستشفى اللي في المدرسة وهم قلقانين عليها، وبيسألوا الدكتور عن حالتها فبيقول لهم انها مش هتنفع تكمل في المسابقة بسبب رجليها. فبتتضايق يون جي لانها كده هتضر الفريق بتاعها، لكن جين حبيبها بيطمنها وبيقول لها انه هيشوف بديل ليها وهيكسبوا المسابقة وانها ما تقلقش. وبتروح شين البيت بعد كده. بتتصل بتشان وبتحكي له على يومها فبيفرح وبيكون مبسوط انها بتكلمه وبتحكي له على اي حاجة بتحصل لها. وتاني يوم بتتدرب شين شوية. بيشوفها تشان وهي بتوقع الحواجز ومش عارفة تنط من عليهم فبيقرر يساعدها. هو بينزل لها وبيمد ايده ليها علشان يساعدها فبتستغرب وبتفرح جدا. وبيتدربوا سوا. هو بيتدرب دي شوية وبيهزقه الكابتن بتاعه لانه مش مهتم بتمرينه بسبب انه مقضيها مع بنات المدرسة. هو بيخلص دي وبيسيبه وبيمشي. هو بيشوف الساعة فبيعرف انه اتأخر على المسابقة. هو بتبدأ المسابقة وبيقدروا الطلاب اللي في فصل شين يعدوا المراحل بالعافية. وبيجي دور شين وبرضه ما بتعرفش تعدي الحواجز وبتكون عبيطة برضه، لكنهم بيفوزوا في النهاية وياخدوا الجوائز، لكنها بتكون فلوس قليلة جدا. فبيستغربوا لان جي قال لهم ان الجايزة هتبقى فلوس كتير. هو بيعرفوا ان جي اتلخبط في مبلغ الجايزة. هو قال مبلغ فلوس كبير وهو رقم قليل جدا، فبيتضايقوا منه وبيعوزوا ينفخوه بسبب غبائه، لكنهم ما بيعملوش كده. وبتعرف يون جي بعد كده انها اتأخرت على عيد ميلاد ابوها فبتعوز تمشي في نص اليوم، لكنها بتخاف لا تتمسك وهي بتحاول تطلع من المدرسة. بتجيلها فكرة انها تنط من فوق البوابة فبيروحوا اصحابها وبيساعدوها. وبيتفاجئوا ان المعلم الرخم جاي عليهم فبيخليها تنط بسرعة. وبيحاول حبيبها جينو انه يعطل المعلم وبيعمل كده فعلا. وبتنجح يون جي انها تنط وتهرب وبتمشي، لكنها بتتفاجئ بالمعلم التاني قدامها وده معلم كويس. بيديها المعلم قميص علشان تربطه عليها علشان بنطلونها اتقطع. فبتحاول يون جي تبرر له اللي عملته. فبيقول لها المعلم انها اكيد مش بتعمل حاجة سيئة وبيسيبها وبيمشي. فبتفرح هي ان المعلم واثق فيها وبتكمل علشان تروح. بعد كده بيكون في مسرحية هتتعمل في المدرسة فبتجهز شين نفسها وبتفضل تتدرب على دورها في المسرحية. بيدخل عليها ابوها وبيقول لها انه جاب لها عجلة جديدة وبيعرف انها تشارك في مسرحية فبيفضل يشجعها ويتدرب معاها وبيساعدها. وتاني يوم بتقعد شين في الفصل مع اصحابها والفريق. بتدخل عليهم المعلمة وبتقول لهم انهم يختاروا بطل المسرحية فبتتحمس شين وبتكون عايزة تقول للكاريزما تشان انه ينضم معاها في المسرحية، لكن يوم بتسبقها وبتقول له قبلها. فبيقول لها تشان انه هيفكر في الموضوع. هو بتزعل شين لانها ملحقتش تقول له وبتاخده المكان وبتقعد معاه لوحدهم. هو بتحاول تقنعه انه يكون معاه في الدور لكنه بيحرجها وبيرفض. هو بيسيبها وبيمشي لكن شين ما بتستسلمش. هو بتفضل وراه وبتحدف له ورق اثناء الحصه وبتحاول تقنعه اكتر انه يكون في الفريق بتاعها، لكن مفيش فايده. وبعد ما بيخلصوا بيخرج تشان علشان ياخد العجله ويمشي. بيشوف ان السيناريو بتاع المسرحيه حطاه شين على عجلته علشان تقنعه فبياخد السيناريو وبيرميه في عجله شين. وبتطلع شين وبتشوف السيناريو فبتزعل انه ما اخدوش معاه وبتمشي وهي محبطة. وتاني يوم في المدرسة بتشوف المعلمة ان في طالب ما شاركش في المسرحية وهو تشان فبتقول للطلاب. فبتنتهز يون الفرصة دي وبتقول للمعلمة ان فريقها ناقص واحد ولازم تشان يكون معاهم علشان يكملوا الفريق. فبتزعل شين جدا وبتتضايق لانها بكده مش هتعرف تقرب من الكاريزما تشان. وبتقعد مع صاحبتها يون جي. بعد كده بيجي دي وبيقعد معاهم وبيطلب من شين انها تتدرب معاه على دورهم في المسرحية عنده في البيت فبتوافق. وبيروحوا بيته بعد كده وبتطلع جدة دي من اوضتها وبتشوف شين معاه فبتتفاجئ وبتفرح وبتحب تعمل معاهم واجب فبتقول لهم انها تعمل لهم حاجة ياكلوها. وبيخلصوا تدريب وبيخرجوا وقبل شين ما تمشي بيشكرها دي على اللي بتعمله معاه وانها بتشجعه وبتعرفه على اصحابها وبيخرجوا مع بعض.
هو بيلطف الجو، هو بيحط ايده على دماغها، هو بيشوفهم اتشان فبيتضايق وبيغير جدا. هو بيجي وقت المسرحية بعد كده بيأدي تشان دور جميل جدا. هو بيكون في مشهد تشان هيعمل تنفس صناعي للبطلة، فالكل بيتفاجئ وبتشوفه شين فبتتلخبط وبتبوظ المشهد بتاعها، لكن اصحابها بيلحقوها وبيسقفوا لها. قال ايه المشهد بيتعمل كده يعني، وشين ما غلطتش. فبيقتنعوا المشاهدين وبيسقفوا والموضوع بيعدي على خير وشين ما بتتحركش. هو بعد ما بيخلصوا بينضف دي ملابس شين من مية وقعت عليها، بيجيب لها ملابس تانية. هو بيعرف تشام من صاحبه ان شين بتنضف هدومها في غرفة الملابس، فبيدخل على شين وهو معاه لبس جديد ليها علشان يساعدها، لكنه بيتفاجئ بدي معاها فبيتعصب جدا. هو بيغير عليها، هو بيقول لها انها فاشلة وغبية. هو بيسيبهم وبيمشي فبتزعل شين جدا وبتفضل تبكي على الاخر. وبتروح بيتها وبتقعد تعيط وبتفتكر لما تشان قال لها انها فاشلة فبتبكي اكتر. تاني يوم بتروح المدرسة وبيقابلها المدرس الرخم وبيقول لها انها بتوصل متأخرة دايما ومش مهتمة بالمدرسة فبتتحرج من كلامه جدا. وبتدخل الفصل بتاعها فبيسلموا عليها اصحابها لكنها بتكون مكتئبة، وبتدخل وبتقعد وهي باين عليها الزعل. وبيجيلها جي وبيضايقها فبيدافع عنها دي، وبيمسك جي من رقبته وبيجبره انه يعتذر لها. وبعد ما جي بيعتذر لها بيقول لها دي ان لو اي حد ضايقها تاني تقوله فبتشكره. وبتجيلها طالبة من اللي معاهم في الفصل وبتضايقها بالكلام وبتقول لها انها لو كانت مكانها كانت هتتنقل لمدرسة تانية بسبب فشلها. فبتزعل شين جدا وبتسيب الفصل وبتمشي. وبيشوفها تشان وهي زعلانة فبيتضايق من نفسه جدا وبيحس بالذنب. هو بيمشي في نهاية اليوم فبيتخيلها ماشية وراه، هو بيحس بالذنب أكتر. هو بعد ما بيروح بيكون عايز يبعت لها رسالة لكنه بيبقى متردد وما بيبعتش. وبتقعد شين بعد كده مع أبوها وأمها، بتقول لهم إنها عايزة تتنقل لمدرسة تانية فبيستغربوا وبيسألوها إذا كان حد ضايقها أو حاجة، فبتقول لهم لأ، لكن لأنها مش في مستوى باقي الطلاب لأن هم مجتهدين جدا وهي على قدها فبيزعلوا علشانها وبيعرفوا انها محبطة. هو تاني يوم وهي ماشية بيشوفها دي فبيركبها معاه، واثناء الطريق بتقوله شين انها لو اتنقلت لمدرسة تانية هيحصل ايه. فبيتفاجئ وبيقف بالعجلة وهو قلقان عليها وبيقول لها لا ما تتنقليش، لكن لو اتنقلت هروح معاكي المدرسة الجديدة علشان افضل معاكي. هو بتلاحظ شين ان الموضوع ممكن يكبر ويقلع عليها فبتمثل وبتقوله انها بتهزر وبيكملوا في طريقهم. وبيتصل بيها دي بعد كده وهي في الفصل بعد ما عمل لها مفاجأة علشان يخرجها من الحالة اللي هي فيها. بيقول لها انها تجيله عند حمام السباحة فبتقول له ماشي وبتروح له وبتبص فبتتفاجئ انه مجهز لها حمام السباحة علشان تلعب فيه. هو بيطلب منها انها تركب على المركب اللي جايبه لها فبتركب وبيبدأوا يلعبوا وبيكونوا مبسوطين جدا وهم بيلعبوا. هو بيشوفهم الكابتن وهم مبهدلين حمام السباحة فبيزعق لهم على اللي بيعملوه. هو بيتخضوا وبيطلعوا من حمام السباحة وهم في منتهى الإحراج. وبتروح بعد كده ام شين لأم تشين بتحكي لها عن شين وبتقول لها انها عايزة تتنقل من المدرسة بتاعتها وانهم شافوا لها مدرسة تانية علشان تنقل فيها. وبيسمعوا متشان وهو في اوضته فبيستغرب من قرار شين. هو بيبقى عايز يبعت لها رسالة لكنه بيتردد برضه، هو بيغير رأيه. هو في يوم تاني وشين في الفصل بيجيلها جي، هو بيقول لها ان ابوها وامها مع المعلمة في غرفة المعلمين فبتخرج من الفصل علشان تروح لهم. هو في الوقت ده بيقول تشان لاصحابها انها ممكن تنقل من المدرسة فبيستغربوا جدا، هو بيتضايقوا من قرارها. هو بتقعد شين معاهم وبيسألوها إذا كانت متأكدة من قرار نقلها فبتتردد جدا. هو بيشاور لها المعلم علشان تقول لأ لكن مفيش فايدة. هو قبل ما توافق بيدخل عليهم تشان وهو عرقان من الجري، هو بيتحجج، هو بيقول لهم إنه جاي ياخد كتب الطلاب من الغرفة. فبيقول له المعلم إن الكتب كتير جدا على إن واحد بس يشيلها. هو بيطلب من شين إنها تشيل معاه فبتقوم وبتشيل معاه فعلا. وأثناء ما هم رايحين للفصل بيقف تشان، هو بيطلب منها انها ما تسيبش المدرسة وتمشي فبتستغرب شين من طلبه وبتفرح جدا لانه عايزها معاه في المدرسة وبتقرر تفضل في المدرسة وما تتنقلش. هو بينتهي الترم الاول وبيبدأ الترم التاني من الدراسة. بتطلع شين من البيت علشان تروح المدرسة فبتتفاجئ ان تشام مستنيها علشان تركب ورا العجلة وبتفرح بكده جدا وبتركب معاه وبيتحركوا وهي في منتهى السعادة. وبيوصلوا وبيقعدوا مع اصحابهم. بيقول لهم جين انه هيشارك في مسابقة غنى وعايزهم معاه علشان يساعدوه ويشجعوه فبيعترضوا في الاول لان صوته وحش جدا، لكنهم بيوافقوا في الاخر بعد الحاحه عليهم. وبيروحوا تجربة الاداء معاه بعد كده. وبيكون جين صوته معفن جدا فبينزلوه من على المسرح. هو بعد ما بيخرجوا بيطلب جين منهم انهم يغيروا جو ويباتوا بره النهارده، فبتعترض يون جي وبتقول له ان اهلها مش هيوافقوا، لكن جين بيصمم
هو بيقرر يعمل تصويت، وبيعمل التصويت فالكل بيرفع ايده انه موافق، فبتقول لهم يونجي خلاص وبتوافق هي كمان. هو بيفكروا شوية وبيقرروا يأجروا مكان يباتوا فيه. هو بيروحوا وبيتفقوا مع واحد صاحب مكان فعلا، ولما بيخلصوا بيتصلوا بأهاليهم علشان يقولوا لهم انهم هيباتوا بره. هو بيتصل الكابتن بداي في الوقت ده، هو يزعق له لانه ما راحش التدريب بتاعه النهارده. هو بيقول له ان عايز يكلم ابوه، فبيتوتر دي. هو بيدي التليفون لجين علشان يكلمه على ان ابوه. هو بيخشن جين صوته، هو بيمثل ان ابو دي، لكن بيتصدم لما بيلاقي الكابتن عارف ان ده مش صوت ابو دي. هو بيخاف جدا وبيقفل التليفون، وبيقول لدي انه يبات وما يهتمش بالتليفون النهارده ولا بالكابتن، ويريح دماغه على الاخر. فبيقتنع دي بكلامه، هو بيهدى. هو بيقعدوا كلهم يتكلموا بعد كده وبيقضوا وقت جميل سوا. بيظهر فجأة شهاب في السما، فبيقوموا كلهم وبيتمنوا أمنية لتشان بس. فبتستغرب شين من بروده، هو بتقول له ليه ما تمناش أمنية زي الباقيين؟ فبيقول لها لأن ده عمليا مجرد ضوء في السما، مش بيحقق أمنيات ولا حاجة. هو بياخدها وبيتمشى معاها بعد كده. هو بيسألها عن الأمنية اللي تمنتها، فبتقول له إنها تمنت إنه يعجب بيها زي ما هي معجبة بيه. هو بتقول له إنها تراجعت في الأمنية دي علشان عارفة إنه مش هيعجب بيها خالص، لكن على الرغم من كده هتفضل معجبة بيه على طول. ولو زعلت منه في يوم وقالت له إنها بتكرهه، فما يصدقش كلامها خالص لأنها مستحيل تقدر تكرهه. فبيضحك تشين، هو بيفضل يهزر معاها. هو بيقضوا وقت جميل سوا. هو بيقعدوا كلهم بعد كده يلعبوا لعبة شبيهة بالصراحة، هو اللي بتكون عبارة عن إن كل واحد يكتب سر من أسراره في ورقة، ويبهدلوا الورق، وكل واحد ياخد ورقة عشوائية. هو بعد ما بيعملوا كده وكل واحد بيسحب ورقة، بتشوف يون جي مكتوب في الورقة اللي سحبتها إن في شخص بيحب البنت اللي شعرها طويل اللي قاعدة معاهم. وبتشوف شين اللي مكتوب في الورقة اللي سحبتها، فبتلاقي إن في شخص معجب بيها. فبتستغرب وبتبص على دي وتشين، وما بتكونش عارفة مين اللي كتب كده ولا مين فيهم اللي معجب بيها، لكنها بتتمنى إنه يكون تشين. هو بيحتفظ كل واحد فيهم بالورقة اللي سحبها كتذكار بعد جيم ما اقترح عليهم كده. هو بيكملوا اليوم وبيقضوا وقت جميل سوا. في اليوم اللي بعده في المدرسة بتحدف شين ورقة لتشين، بيكون مكتوب في الورقة دي إنها عايزة تخرج معاه يوم السبت. فبيحدف لها هو ورقة مكتوب فيها إنه موافق. هو بتشوفها فبتفرح جدا. وبيدخلوا عليها أصحابها جين ويون جي، وبتطلب منها يون جي إنها تخرج معاهم يوم السبت، لكنها بترفض. هو بتقول لها إنها خارجة مع تشين علشان يتفرجوا على ماتش، علشان كده مش هتعرف تخرج معاهم للأسف. ولما بتخلص اليوم الدراسي وبتروح البيت، بتطلب من أمها فلوس كتير علشان تشتري تذاكر للماتش، لكن أمها بترفض وبتقول لها إن لو اديتها الفلوس دي مش هيلاقوا ياكلوا. فبتقرر شين تدور على شغل، وبتخرج وبتدور فعلا، لكن كل ما تروح لأي محل بيقولوا لها إنهم وظفوا ناس تانيين. فبتحبط وبتروح لمحل برجر، وبتكون مقررة إن ده آخر محل هتروحه، ولو ما لقيتش شغل مش هتدور تاني. هو بتدخل فبتتفاجئ إن دي شغال في المحل هنا. هو بيشوفها دي فبياخدها وبيقعدوا سوا. وبتقول له شين إنها بتدور على شغل بدوام جزئي، لكنها مش لاقية ولا شغل للأسف. فبيستغرب وبيسألها عن السبب اللي مخليها عايزة تشتغل. فبتحور وبتقول له إن نفسها تشتري حاجة. وبتسأله عن السر اللي كتبه في الورقة ساعة ما كانوا بيلعبوا، فبيتوتر. هو ما بيكونش عارف يقول ايه. هو ما بيقولهاش ان هو اللي كتب انه معجب بيها، هو بيقول لها انه كتب انه معجب بالبرجر. فبتفرح شين انه كتب الكلمة دي، وبتعتقد بكده ان تشين هو اللي كتب انه معجب بيها. هو بتروح بعد كده فبتتفاجئ ان ابوها جاب لها تذكرتين للماتش، فبتفرح وبتشكره جدا. هو بتروح بعد كده قدام الملعب، هو بتتصل بتشان علشان تشوفه فين. ولما بيعرف مكانها تشان وبيوصل لها، بيروحوا يسلموا التذاكر للأمن، لكنهم بيتصدموا لما الأمن بيقول لهم إن التذاكر دي مزيفة. هو بتحاول شين تفهمه، وبتقول له إن أبوها اشتراهم بفلوس كتير جدا، هو مستحيل تكون التذاكر مزيفة. لكن الأمن بيقول لها إن دي تذاكر مزيفة لكنها نضيفة شوية. فبتحزن يون، هو بتقول له إنه يجرب يكشف عليها لآخر مرة، لكن مفيش فايدة. وعلشان تشان يهديها بيقول لها إن مش لازم يحضروا الماتش. هو في الوقت ده بيقعد أبوها مع أمها، هو بيقول لها إنه عمل صفقة جامدة النهاردة، واشترى من على النت تذكرتين لشين بسعر تذكرة واحدة. هو بيكونوا فرحانين جدا إنهم اشتروهم بسعر رخيص، لكنهم ما يعرفوش إن التذاكر مزيفة. وبتقعد شين وتشان يتكلموا، بتسأله شين على اللي كان كاتبه في الورقة ساعة ما كانوا بيلعبوا، فبيقول لها إن ده سر وما ينفعش يقوله لحد. فبتزعل وبتصر إنه يقول لها السر ده، فبيقول لها ماشي. هو بيطلع الورقة اللي كان كاتبها وبيديها لها. هو بتبص فبتلاقي مكتوب فيها انه مش عايز يلعب اللعبة دي، فبتفتكر لما كانوا بيلعبوا. هو بتعرف ان دي هو اللي كان كاتب انه معجب بيها مش شين.
هو بتزعل والدنيا بتتلخبط معاها خالص. هو بيقوموا علشان يمشوا فبيقف تشان. هو بيقول لها عيد ميلاد سعيد، عيد ميلادك النهارده. فبتفرح شين جدا انه افتكر عيد ميلادها. هو بيهزروا مع بعض. هو بتكون ليلة فل الفل. هو بيقضوا وقت جميل سوا. هو بتروح شين بعد كده بيتها. هو بتشوف الورقة بتاعت تشان ودي. هو بتكون محتارة تعمل ايه. هو تاني يوم لما بتروح المدرسة وبيقابلها دي بتكون محرجة منه جدا. هو بتسيبه وبتدخل الفصل. فبيستغرب دي من تصرفها. هو ما بيعرفش ليه غيرت طريقة معاملتها معاه. هو بتقابل شين صاحبتها يونجي بعد كده. هو بتديلها الورقة اللي كاتبها دي. هو بتحكي لها على اللي حصل فبتنصحها يونجي. هو بتقول لها انها ترتبط بدي. هو بتقول لها على مميزاته بانه سباح ورياضي ووسيم جدا وبيطير كمان. هو بتقول لها انه كمان بياخد فلوس من البطولات اللي بيكسبها، يعني عيشته مرتاحة. لكن شين ما بتقتنعش برضه لانها بتحب الكاريزما تشان. هو بتتوتر. هو بتقول لنفسها انها لازم تقعد مع دي. هو تقول له على شعورها انها بتحب تشان وما بتحبوش هو. هو بتروح لحمام السباحة علشان تقابله. ولما بيشوفها دي بيفرح جدا. هو بيطلعوا وبيقعدوا بره فبتقول له شين انها عارفه كتب في الورقه ايه. هو بيشوفها دي كده. هو بيلاحظ عليها انها مش بتبادله نفس الشعور ومتوتره. فبيعرف انه اتسرع لما اعجب بيها. هو بيحاول يصلح الوضع. هو بيقول لها انه كان بيهزر بما انها لعبه. فبتفرح شين جدا. هو بتقول له كويس انك كنت بتهزر. هو بتقول له انهم هيفضلوا اخوات دايما. فبيتضايق جدا. هو بيعمل نفسه بيكلم المدرب. هو بيقول لها انه المدرب عايزه. هو بيسيبها وبيمشي. هو بيتظاهر قدامها بس انه مبسوط. لكن لما بيكون في تدريب السباحة بعد كده بيكون حزين جدا. هو تاني يوم بيروح المدرسة. وبيجي يجيب حاجات من محل المدرسة. بيفتكر كلام شين لما قالت له انهم هيكونوا اخوات دايما. فبيتضايق وبيجيب لاصحابه كلهم عصير علشان يبان قدامهم انه طبيعي. هو بيروح الفصل وبيوزع عليهم العصير. هو بيبص على شين وتشان. هو بيشوفهم مبسوطين بعد ما بدأوا يقربوا من بعض فبيحزن اكتر. هو بينتهي الفصل الدراسي وبيجي يوم التخرج. بيقولوا طلاب الفصل الحاجات الإيجابية اللي عدت عليهم وهم في المدرسة. هو بيجي دور شين فبتقوم وهي متوترة جدا. هو بيشوفوها أصحابها كده فبيحمسوها. فبتهدى وبتتكلم عن إنجازات دي في السباحة. هو بتقول إنه مشهور جدا وجميل. هو بتتكلم عن إنجازات أصحابها كلهم. هو بيكونوا أصحابها فرحانين بيها جدا. والفصل كله بيسقف لها بعد ما بتخلص. هو بيكونوا مبسوطين جدا انها بقت واثقة من نفسها وقدرت تقول الكلام ده كله. وبتخرج هي واصحابها بعد كده. هو بيقعدوا يتكلموا ويهزروا ويلعبوا مع بعض. هو بيكونوا في منتهى السعادة بعد تخرجهم من المدرسة. هو بتمشي شين بعد كده مع تشان ودي. بتكون بردانة فبيديلها دي جوانت علشان تلبسه. هو بيشوفه تشان فبيغير. هو بيشدها ناحيته جامد. هو بيقول لها تبعد عن الطريق علشان العربية ما تدوسهاش. هو بتكون عربية أطفال وفيها كلب أصلا. لكنه كان بيتلكك علشان يمسكها. هو بيمشي وبتمشي هي وراه فبيتضايق دي لأنها متعلقة بتشان جدا على الرغم إنه بيعمل لها كل حاجة الواطية. هو بيعملها أحسن من تشان بكتير. ولما بتروح بعد كده وبتقعد هي وصاحبتها مع أبوها بيعلمهم أبوها إزاي يعملوا شال علشان يدفيهم في البرد ده. هو بتشوف إما رسالة جنب شين وبتلاحظ إن الرسالة رسالة حب فبتاخدها. هو بتشوفها بعد كده هي وجوزها. هو بيكون مكتوب في الرسالة حبيبي فبتعصب أبو شين. هو بيكون عايز يعرف مين الشاب اللي خطف قلب بنته. لكن أمها بتهدى أبوها. هو بتقوله إن الرسالة مش مكتوب فيها اسم وإنهم يستنوا لحد ما يعرفوا لوحدهم مين الشاب ده. فبيقتنع الأب بالكلام. هو تاني يوم بتطلع أمها لتشان وهو رايح المدرسة وبتسأله إذا كان في شاب بيمشي مع شين ولا لأ وإذا كانت مهتمة بشاب. فبيقول تشان جواه إن هو الشخص ده وبيبتسم لكنه بيحور. وبيقول لها انه مش بياخد باله من المواضيع دي. وبتيجي شين وبتاخد تشان وبيمشوا علشان يروحوا المدرسة. ولما بتوصل المدرسة بتشوف يون في الفصل وهي بتعمل شال. وبتكون يون عاملاه بطريقة جميلة فبتغير وبتوري صاحبتها يون جي الشال اللي بتعمله علشان تقدمه هدية لتشان. فبتستغرب يون جي لانه بيكون سيء جدا ومش مظبوط. وبتقول لها انها تقدم له اسوره للامنيات احسن من الشال ده. فبتفرح شين انها لقت حل للهديه. وبتقرر تعمل كده. وفي وقت تاني وهي داخل الفصل بتاعها بتشوف يوم بتقدم هديه لتشان فبتتضايق. وبتتمنى انه ما يقبلش الهديه. هو بيجي دي وبيسلم عليها. هو بيشوفها تشان وهي بتاخد دي وبيطلعوا فبيغير وبيتضايق. وبتبدأ حصة بعد كده. وأثناء ما هم قاعدين كلهم بتشوف شين الهدية في الشنطة بتاعت تشان فبتتضايق. وبتعتقد إنه أخد الهدية من يون. هو بتكلمها صاحبتها. هو بتقول لها إن عيد الكريسماس بكرة. هو بتقول لها إنها تشوف حاجة تقدمها لتشان هدية علشان ما يطيرش من إيدها. لكن شين بترفض. هو بتقول لها إنها متضايقة منه ومش هتقدم له أي هدايا. ولما بتروح بيتها بتفضل تدور على الرسالة اللي كانت كاتباها له. ولما ما بتلاقيهاش بتنادي على ابوها وامها وبتسألهم على مكان الرسالة فبيديها ابوها الرسالة.
هو بيقول لها كاتبه لمين حبيبي يا بت، فبتتوتر وبتحور عليه. هو بتقول له انها كانت جايبه قلم جديد وكانت بتجربه مش اكتر. فبتفرح امها وبتطمن ابوها ان اعتقادهم كان غلط وانها مش ماشيه مع حد، لكن ابوها بيفضل شاكك فيها وما بيدخلش عليه الحوار قوي. في اليوم اللي بعده بتروح شين المدرسة، فبتلاقي تشان لابس الشال اللي يون كانت بتعمله، وبتفتكر لما يون اديته الهدية فبتعتقد ان الشال ده منها، وبتتضايق وبتزعل منه وبتمشي. هو بيسرح دي في الجو شوية، بيسأله جيم ماله، فبيقول له دي انه كان بيتصل كتير بالارصاد الجوية علشان يعرف ميعاد نزول المطر، وانهم قالوا له ان التلج هينزل النهاردة، وهو كان نفسه يعيش جو جميل في التلج وكده، لكن اهو مفيش تلج نزل. هو بيفضل متضايق شوية وبتجيله فكرة فبيتحمس وبيطلع فوق المدرسة وبيرش تلج مزيف من فوق على الطلاب علشان يخليهم فرحانين. هو بيفرحوا فعلا، لكنهم بيكتشفوا انه التلج مزيف وان ده اللي عمل كده علشان يفرحهم. هو بيجي المعلم الرخم، هو بيشوف التلج فبيقول لهم ينضفوا التلج المزيف اللي وقع على الارض ده، لكن قبل ما يعملوا كده بيتفاجئوا ان التلج الحقيقي بدأ ينزل، فبيفرحوا جدا. هو بيفضلوا يلعبوا. هو بتمشي شين مع تشام بعد كده، هو بتعطس فتشام بيلف عليها الشال اللي معاه، لكنها بتتضايق وبتقوله انها مش عايزه الشال ده لانه من يون، فبيقول لها تشان ان الشال من امه وان امه اللي عاملاه مش يون، فبتعرف انه ما اخدش هديه من يون. هو بتفرح جدا وبتلطف معاه الجو وبتخليه يغمض عينه، وبتديله هديه اسوره ورساله حب. هو بيلاقي تشان ان الاسوره طويله فبيقول لها انها قلاده مش اسوره، فبتاخدها منه شين وبتلفها على ايده. هو بيفتح الرساله وبيلاقي مكتوب فيها انها بتحبه، فبيفرح جدا لانه هو كمان بيحبها، وبيفضلوا يضحكوا مع بعض وبيقضوا وقت جميل سوا. وبعد فترة وهم في المدرسة بتدخل عليهم المعلمة وبتقول لهم إن في يوم تطوعي في المدرسة، واليوم ده بينضفوا المدرسة، وبتقول لهم بعد ما يخلصوا هيخيموا ويشوا، فبيفرحوا جدا إنهم هيقضوا وقت جميل. وبعد ما بيخلصوا أثناء ما هم مروحين بتتخيل شين وهي ماشية إنها عاملة جو رومانسي لتشان، وإن تشان بيعترف لها بحبه ليها. وبتفكر شوية وبتقرر تعمل كده فعلا، وبتبدأ تعد الفلوس اللي معاها علشان تجهز لتشان المفاجأة. بيشوفها دي فبيسألها الفلوس الكتير دي لإيه، فبتقوله إنها بتجهز مفاجأة لتشان وعايزة تشتري تجهيزات للمفاجأة، فبياخدها وبيروحوا المحل اللي بيبيع شموع وأنوار والحاجات بتاعة الاحتفالات دي، وبيشتروا حاجات كتير. وبعد ما بيخلصوا بيتصل المدرب بدي وهو بيقوله إن عايزه في المسبح علشان مدرب الفريق الوطني عايزه، فبيستأذن دي من شين وبيمشي. اليوم اللي بعده بيكون يوم التطوع، بيبدأوا ينضفوا، فبتمشي شين ورا تشان في كل مكان وبتفضل لازقة فيه، فبيسيبها وبيمشي يجهز لنفسه قعدة. وبتشوفه شين بعد كده وهو نايم، فبتروح وبتنام جنبه وبتبص عليه، فبيصحى وبيتفاجئ انها قدامه، وبيتحرجوا الاتنين من بعض وبيتضيروا نفسهم، وبيفضل قلبهم يدق جامد والمشاعر بتبقى في ليفل عالي قوي. هو في الوقت ده بيكون داي في المسبح مع المدرب الوطني، بيقول له المدرب انه مجتهد جدا وهيتأهل للأولمبياد بسبب مستواه، فبيفرح داي جدا هو والمدرب بتاعه اللي بيدربه. هو بيقعدوا الطلاب والمعلمين يشووا، واثناء ما هم قاعدين بتطلب يوم من تشان انه يفتح لها الازازه علشان تلغيه وتقرب منه. بياخد تشان الازازه وبيفتحها فبتغير شين وبتمسك الازازه وبتكون متعصبه جدا. هو بيشوفها تشان فبياخد منها الازازه وبيفتحها لها علشان يهديها، لكن الخبيثه يوم بتغير هي كمان وبتكون عايزه تعمل اي حاجه علشان تقرب من تشان ويحبها. وبعد شويه بتطلب شين من تشان انه يقابلها بعد 5 دقايق على الطريق، وبتمشي وبتسبقه هي على الطريق. هو بيتجهز مع اصحابها على القعده الرومانسيه ليهم. هو بيقرب تشان وبيشوفوا اصحابها جايين فبيمشوا قبل ما يشوفهم، وقبل ما يروح تشان لشين بتندع عليه يون وبتوقفه وبتفضل تعطله عن ميعاده. وبينوروا اصحاب شين المكان فبتتمحى نيون عليه وبتتخض من النور وبتحضن الكاريزما تشان. وبتستغرب شين جدا انه اتأخر عليها، وبتبص علشان تشوفه فبتلاقي يون عمالة تتمحن عليه وتحضنه وعايزة تعمله تنفس صناعي وحاجات تانية كتير، كل ده بس لانها مخضوضة من النور اللي فتح. فبتتضايق شين جدا وبتفهم غلط وبتدمع بسبب حزنها. وفجأة بيظهر دي وبيقرب منها وبيقول لها ما تبصش عليهم، وبيبص تشان وبيشوفهم وهم حاضنين بعض فبيتصدم من الموقف. وبياخدها دي بعد كده علشان يروحها، واثناء ما هم ماشيين مع بعض بيقابلهم تشان فبتسيبهم شين وبتمشي. وبيروح دي على تشان وبيقول له انه معجب بشين وانه يراعي مشاعرها وما يجرحهاش، ولو بيحبها يقول لها، لكن لو ما بيحبهاش ما يديهاش امل ويجرحها، وبيسيبه وبيمشي. وبتقعد شين تبكي وهي حزينة جدا.
وبتقطع الرسمة اللي كانت رسمها للكاريزما وبتقرر تنساه. والتاني يوم بيطلب تشان من جين انه يساعده علشان يصالح شين بعد ما عرف انه كان غلطان وجرحها. بيقول له جين ماشي وبيخليه يجيب حاجات كتير من المحل علشان يصالحها. فبيجيب تشان حاجات كتير فعلا. وهو بيشوف شين وهي نايمة في الفصل فبيقرب وبيحط لها الكيس اللي فيه الحاجات جنبها. وبتصحى شين وبتوقع الكيس بالغلط من غير ما تعرف. وفي الوقت ده بيكون دي دخل. هو بيشوف الكيس فبيسألها اذا كان الكيس بتاعها ولا لأ. فبتقول له شين لأ. فبيفهم دي ان الحاجات دي بتاعت تشان. هو بيتبارد وبيحط له الكيس قدامه فبيتعصب تشان جدا. هو بياخد الكيس وبيحدفه على جين لان فكرته ما نجحتش ومعرفش يصالح شين. وبعد شويه ودي وشين مع بعض بتخبط فيهم يون فبيزعلها شين. هو بيسمعوا متشان فبيجيلهم وبيدافع عن يون. هو بيقول لها انها تروح على فصلها فبتتضايق شين جدا وبتشتمه وبتمشي. هو بيمشي وراها دي علشان يصالحها. هو بيعمل كده فعلا. وفي نهاية اليوم بتحاول يون تسرق إجابات الامتحانات لكن المعلم الرخم بيقفشها. هو بينادي للمعلمة بتاعتها وبيهزقها فبتفضل تعيط. هو بتنكر انها عملت كده مع انها ماسكة الورق والجريمة مثبوتة عليها. هو بتعرف المدرسة كلها انها بتسرق الامتحانات علشان تروح الجامعة من غير ما تذاكر. هو بتظهر على حقيقتها قدام الكل. هو تاني يوم بيطلب تشان من جين محاولة تانية علشان يصالح بيها شين. بيقول له جين انه يعزف لها على البيانو. هو بيبعت جين بعد كده رسالة لشين بانها تروح قاعة الموسيقى. ولما بتوصل وبتشوف الشام بيعزف لها على البيانو بتفرح جدا انه بيصالحها وبيتصالحوا. وفي اخر اليوم وهم مروحين بيسمعوا الطلاب بيتكلموا على يوم باسلوب سيء. هو بيقولوا عليها انها بتسرق اوراق الامتحانات ولما تدخل الجامعة اكيد هتسرق الاوراق كمان. وبتمشي شين. هو بيقابلها دي فبيركبها معاه على العجلة لأنه بيكون عامل لها مفاجأة. هو بيشوفها تشان وهي بتركب العجلة ورا دي فبيتضايق إن الغبية شين بعد كل اللي بيعمله علشانها رايحة برضه تركب مع دي. هو بياخدها دي بعد كده وبيوديها مكان فيه ألعاب. هو بيفضلوا يلعبوا كتير وبتكون شين مبسوطة جدا. ولما بيخلصوا بتقوله إنها اتخلصت من التوتر اللي كان عندها فبيفرح علشانها. وبيجيله رسالة من المدرب بيقوله فيها يجيله المستشفى فبيروح. ولما بيروح المستشفى بيعرف من الدكتور انه مش هينفع يكمل في بطولة السباحة بسبب كتفه لان ده هيكون خطر على كتفه. فبيزعل جدا من الخبر ده. هو ما بيعرفش يعمل ايه. هو تاني يوم بياخد دي شين وبيروحوا المحل اللي في المدرسة وبيشتري لها حاجات كتير جدا. هو بيقول لها الحاجات دي كلها علشان تظبط مزاجك. فبتستغرب شين وبتقول له ده انت غني بقى. فبيقول لها امال عيب عليكي انا عندي استعداد اشتري المحل ده كله. كاريزما كاريزما يعني. المهم بعد كده بتقعد شين في المكتبة تقرأ في كتاب حب وبتكون مبسوطة جدا. بيجي تشان وبيقعد جنبها واول ما بيقعد بتقوم شين وبتعوز تمشي لكنه بيمسك ايدها وبيقول لها تقعد تكمل قرايه. فبتقعد وبتكمل وهي مبسوطه. وبيشوفها تشان وهي مبسوطه فبيعدل لها شعرها في مشهد محن. فبتتصدم وبتتحرج منه لكنها بتفرح باللي عمله. هو بيقربوا من بعض اكتر. وفي نهاية اليوم وهم ماشيين بيحكي لها تشان على اللي حصل ساعة ما حضنته يون. فبتقول له شين عادي عادي يا عم عادي والموضوع انا نسيته. وبتتأسف له انها فهمت غلط وبيتصالحوا وبيكونوا مبسوطين جدا. وفي اليوم اللي بعده هما ماشيين في المدرسة بيقابلهم دي بيسلم عليهم. وبيجيله مكالمة من دار الرعاية وبيقولوا له انهم مش لاقيين جدته فبيجري علشان يدور عليها. وبتروح شين وتشام معاه وبيتفرقوا هما بيدوروا. وبيكون دي قلقان جدا على جدته. وبتلاقي شين جدته فبتطمن وبتقعد معاها. وبيجيلهم دي وبيشوف رجل جدته حافية فبيقلع الشوز بتاعه وبيلبسه لها. فبتقول له جدته انها مستنية حفيدها دي وانه بيحب السباحة جدا وهيكون بطل عالمي في يوم من الايام. فبيعرف ان جدته عندها زهايمر ومش فاكرة حاجة. وبيزعل جدا وبينهار من العياط فبيصعب على تشان جدا. وبياخدوا بعد كده تشان وبيقعدوا مع بعض علشان يهون عليه. بيقول له دي انه هيبدأ السباحة من جديد علشان يحقق أمنية جدته. هو بيقول له انه ياخد باله من شين جدا ولو ضايقها هيجي يظبطه. فبيطمنه تشان وبيقول له انه مش هيزعلها ابدا. هو بيروح دي بعد كده تدريب السباحة. ولما بيخلص تدريب بيروح على الدولاب بتاعه وبيشوف اليافطة اللي شين كانت بتشجعه بيها ايام المسابقة فبيسرح وبيحن لها. وبيقابلها بعد كده وبيقول لها انه بيحبها وبيفكرها باللي كان بيعمله علشانها. هو بيقول لها انه مش هيحبها تاني بعد كده وطالما هتبقى فرحانة مع تشان فهو هيبقى مبسوط علشانها. فبتزعل شين علشانه وبتتأسف له وبتشكره على كل حاجة عملها. وبيودعها هو وبيمشي. وبعد اسبوع بيجي وقت الامتحانات للتخرج من الثانوية بيمتحنوا وبيخلصوا. وبيجي وقت اعلان النتيجة وبتشوف شين النتيجة بتاعتها فبتتصدم انها نجحت وجابت اعلى درجة جابتها لغاية دلوقتي. فبتفرح وبيفرح بيها تشان جدا وبياخدها يشربها حاجة. وبيروحوا وطول ما هم قاعدين عين شين ما بتتشالش من على كوباية تشان.
فبيديها كوبايته وبتشرب الاتنين بنت التفصة. هو بيخلصوا وبييجوا ماشيين بتسأله شين عن خطاب الفراق اللي كان لازم يكتبه، فبيتعصب عليها. هو بيقول لها انه مش هيكتبه علشان مش هيفتروا عن بعض ابدا. هو بيلطف الجو معاها فبتفرح جدا وبتمشي معاه. هو بيروح تشان وبيقعد على الكمبيوتر. هو بيقدم في كلية الطب في جامعة هانكوك. هو بتعرف امه فبتتضايق لانها ما كانتش عايزاه يقدم في الجامعة دي، لكنه كان مصر علشان يكون مع شين. هو بيتصل بشين بعد كده لكنها ما بتردش عليه. هو بيفرح جين ويون جي جدا بعد ما قدموا في الجامعة واتقبلوا. بيقول جين انه عمال يتصل بشين لكنها ما بتردش ولا حتى بترد على الرسائل. هو بتكون شين زعلانة جدا وبتعيط، وده لانها ما اتقبلتش في الجامعة. فبيقدم لها بقى حلول وبيقول لها انها تشتغل مديرة في اي مطعم ولا حاجة، فبتزعل اكتر وبتقول له انه بيتريق عليها. هو بيخبط الباب وبيطلع تشان. هو بيقول له ما ان شين ما بتردش على المكالمات بتاعتها وعايز يقابلها. هو بياخد شين فعلا وبيروحوا مطعم علشان يعرف مالها. بتبكي شين قدامه. هو بتقول له ان الكل اتقبل في الجامعة ما عدا هي، فبيقول لها انها تقدم السنة الجاية. فبتزعل اكتر وبتعيط ان السنة الجاية بعيدة جدا. هو بتقول له انها ممكن ما تنجحش برضه بعد كل ده، فبيشجعها تشان. هو بيقول لها انه هيساعدها تدخل كلية الفنون علشان تكون في نفس الجامعة بتاعته. فبتفرح وبتكون مطمنة وهي معاه لانها عرفت انه هيقف جنبها في اي مشكلة تواجهها وهيبقى سند ليها. وبتفضل تتكلم كتير من كتر الفرحة، فبيأكلها بهزار علشان يسكتها ويكتمها. وبيجي وقت مسابقة السباحة الوطنية بتاعت دي، وبتكون شين بتتفرج عن المسابقة هي وأبوها. بيأدي دي كويس وبيفوز بالمركز الأول. ولما بيصوروا مع المذيعين والصحافة بيقول قدامهم كلهم وعلى الهوا إنه عايز يشجع صديقته، وبيشجع شين وبيتمنى لها إنها تنجح في السنة اللي هتعيدها. فبيفرح أبوها جدا وبيقول لها إن اسمها اتقال قدام العالم كله، لكنها بتزعل وبتفكر بطريقة سلبية. هو بتقول له إن العالم كله عرف إنها هتعيد السنة وإنها فاشلة. وبتمر سنة وبنروح لشين وهي بتتدرب لآخر مرة علشان امتحان كلية الفنون. بيفاجئوا أصحابها وبيجولها علشان يحمسوها بما إن الامتحان قرب. فبتفرح وبتشكرهم وبتأدي كويس في الامتحانات. وبتقعد مع أبوها وأمها بعد كده علشان يسمعوا النتيجة، وبيكونوا كلهم على أعصابهم. وبتظهر النتيجة وبتتقبل شين فالكل بيفرح وبيكونوا في منتهى السعادة. وبتاخد شين أصحابها وبيروحوا يحتفلوا وبيشربوا زفت لحد ما بيزفتوا على الآخر وبيخربوها. وبعد الاحتفال بياخدها تشان وبيمشوا علشان يوصلها. وأثناء الطريق وهم ماشيين بتشكروا شين على المساعدات اللي عملها لها، وبتقوله إنها بتحبه قوي جدا خالص مالس لايس. فبيسألها تشان وبيقولها إذا كانت هتفتكر اللي حصل النهاردة ولا لأ. فبتقوله أكيد أنا دماغي حديد. فبيقول لها ماشي. وبيقرب منها وبيعمل لها تنفس صناعي وبيخلص عليها أنبوبة أكسجين كاملة. وبيعيشوا جو شمال ممزوج بالرومانسية الحرام. وبتعدي السنين وبيتخرجوا من الكليات بتاعتهم. وبيكون تشان بقى دكتور شاطر جدا لدرجة إن جاله عرض من الولايات المتحدة علشان يروح يشتغل فيها. وفي يوم بتروح شين المستشفى اللي شغال فيها تشان علشان يروحوا مع بعض. بتسمع موظفين في المستشفى بيقولوا ان تشان هيسافر وهيسيب المستشفى قريب، فبتزعل جدا. وبتقعد مع تشان بعد كده. هو بتقوله انها عرفت من الموظفين انه هيسافر، فبيقول لها انه لسه ما خدش القرار علشان كده ما قالهاش الخبر ده. فبتزعل اكتر وبتقوله انهم المفروض حبايب ومرتبطين وان المفروض ياخدوا القرارات مع بعض. وبتقرر تنفصل عنه لانه مش مهتم بيها ولا بيشاركها حياته. فبيمسكها قبل ما تمشي علشان يبرر لها موقفه، لكن قبل ما يعمل كده بيسمع ان في حالة طوارئ في المستشفى ومريض بيموت. فبيسيبها وبيقول لها انها تستناه. وبيطلع على المريض وبيحاول ينعشه. فبيزعل تشان جدا وبينزل بعد كده علشان يقابل شين، لكنها ما بتكونش موجودة. فبيعرف انها مشيت وزعلانة منه. وبيفهم غلط وبيعتقد انها انفصلت عنه. وبيقرر يسافر. وبتعدي الأيام وبيسافر تشان. وبتكون شين بتجهز مشروعها بإنها تنزل كتاب رسومات اسمه حب جميل. وبعد 3 سنين بيرجع تشان وبيقابل شين صدفة في المستشفى اللي شغال فيها. بيفضلوا متنحين لبعض شوية لحد ما بيظهر دي اللي بقى مشهور جدا، والإعلانات بتتهافت عليه من الشركات. وبيكون جاي مع شين المستشفى علشان أبوها تعبان. بتتحرك شين وبتمشي من قدامهم. وما بتكونش مهتمة بتشان خالص بعد ما سابها وسافر. هو بيشوف دي تشان فبيصعب عليه. هو بيقرر يعزمه هو وصاحبهم جين على سهرة في مطعم. ولما بيروحوا المطعم وأثناء ما هم قاعدين بيستفز دي تشان. هو بيقوله ليه بيجرح مشاعر شين دايما. فبيقوله تشان انه بيحبها جدا وانها ما سابتلوش الفرصة انه يبرر اي حاجة، وما كانش هيسافر لولا انها اتخلت عنه، لكنه مستمر في حبه ليها وبيتمنى انها ترجع له. فبيطلع دي تليفونه وبتكون شين على التليفون وسمعت كل حاجة تشان قالها.
وبتعرف انه بيحبها وانفصل عنها بسبب سوء تفاهم مش اكتر، وبتفرح وبتقرر تروح له. وتاني يوم بتروح له فعلا المستشفى، بتتفاجئ بأطفال جايبين لها ورد وبيقولوا لها تبص الناحية التانية، فبتقول لهم ماشي، وبتبص فبتشوف تشان وهو جايب لها بوكيه ورد. هو بيعتذر لها وكاتب على البالونات انه عايز يتجوزها، وبيقدم لها خاتم وبيطلب منها الجواز، فبتحب تستفزه شوية وبتهزر وما بتجاوبش، لكنها بتوافق بعد كده. وبيقضوا لحظة رومانسية سوا وبيروحوا البيت بعد كده مع بعض. وبيقرر تشان يبات معاها لأنها بتكون خايفة تبات لوحدها، وبيخربوها. وتاني يوم لما بيصحوا بيجهز تشان الفطار، هو بيعمل لها حركة رومانسية وبيجيبوه لها على السرير، وبيظبطوا البيت بعد كده وبيكونوا مبسوطين جدا. وبيتفاجئوا بان ابوها وامها بيخبطوا على الباب، ولما بيفتحوا بيتصدم ابوها وامها ان تشان مع بنتهم لوحدها في البيت. ولما بيدخلوا وبيقعدوا معاهم بيتعصب ابوها جدا وبيكون متضايق منهم وبيشرب كتير. ولما بيتزفتوا بيعترف لهم تشان انهم رجعوا لبعض وانه عايز يتجوز شين، فبيوافق ابوها وبيتكلم في حاجات غريبة. فبتاخد امها ابوها وبيمشوا وبيسيبوهم لوحدهم. وبتيجي رسالة شين بعد كده بانهم عايزينها في فعاليات توقيع الكتاب بتاعها، فبتفرح جدا بان كتابها نجح في السوق وبتقرر تروح فعاليات توقيع المعجبين. وبتبعت رسائل لاصحابها بعد كده بانها هتروح الفعاليات، فبيفرحوا لها كلهم بانجازاتها وبيقولوا لها انهم هيكونوا موجودين طبعا. لكن تشان الكاريزما بيقول لها انه مشغول ومش هيعرف يحضر، فبتزعل جدا وبتقول له ان كان نفسها يكون موجود علشان يشوف نجاحها ويشوفها وهي بتوقع للمعجبين. والتاني يوم بتروح فعلا وبتوقع للمعجبين، وبيعمل لها تشان مفاجأة وبيحضر، فبتتفاجئ وبتفرح جدا. وبيطلب منها التوقيع على نسخة الكتاب اللي أخدها، فبتفرح أكتر. وبعد ما بتخلص بياخدها تشان وبيمشوا، وبتكون مبسوطة جدا بخاتم ارتباطها بالكاريزما تشان. والاتنين بيكونوا مبسوطين جدا إنهم يرتبطوا ببعض وحققوا أحلامهم. وبينتهي المسلسل. هو في النهاية يا ريت ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان تشوفوا جميع فيديوهاتنا أول ما تنزل. سلام.